طيب المحامي اخد 50,000 جنيه في قضية اتجار لاخويا، واخويا اتحكم عليه ب5 سنين سجن. ازاي نرجع الفلوس من المحامي؟ يعني ايه حضرتك عايز ترجع الفلوس من المحامي؟ هو البراءة مرتبطة بالأتعاب أو مرتبطة بمقدم الأتعاب، الاتفاق الأولي يعني هو المحامي مغسل وضامن جنة؟ حضرتك المحامي لا يضمن البراءة يا بيه. المحامي زي الدكتور بالظبط، لا يضمن الشفاء. محامي بيبذل مجهود فقط، زيه زي الدكتور بيطبق اللي درسه واللي اشتغل فيه قبل كده بس، واللي يعرفه، زي ما الدكتور برضه بيطبق اللي اشتغله ودرسه. والكلام ده لو المحامي كان وعدك بالبراءة، لكن مفيش محامي بيوعد المتهم بالبراءة عامة مهما كانت سهولة القضية. ما ينفعش المحامي يوعد المتهم أصلا بالبراءة، يعني دي حاجة في علم الغيب حضرتك. الموضوع بيبقى متوقف على حاجات كتير جدا يا راجل. ده مفيش حاجة مضمونة في الدنيا أصلا. ده أنت بتصحى الصبح حلو وصحتك جميلة، بالليل بيجيلك دور برد أو ممكن تجيلك جلطة تموت فيها. يعني هو في حاجة مضمونة في الدنيا دي يا أستاذ؟ حاجة غريبة صحيح. في حاجة اسمها والله المحامي ده ناس بتشكر فيه وسمعته طيبة وبيشتغل القضايا دي مثلا، تمام؟ فحضرتك بتروح له بتمسكه القضية وبتسيبها بقى على الله. يعني ما تقعدش بقى تشغل دماغك كتير او تقعد تقلق نفسك كتير. حضرتك انت خلاص الشخص ده المحامي ده سمعته طيبة، بيمسك القضايا اللي زي دي او اللي شبه القضايا دي و... وناس كتير بتروح له في القضايا اللي زي دي. خلاص بقى ما تفكرش كتير في الموضوع، سيبها بقى على الله. مفيش حاجة اسمها بقى ده ما جابش براءة يبقى المفروض الأتعاب دي أخدها منه. يعني يبقى المتهم عامل مصيبة أقل حكم فيها مؤبد ويجيب لك 5 سنين سجن. قال يا أخي ما تفرحش،